وصل طبعا المجموع الآن 128 مليون ريال تقريبا. أخذ 9 مليون و550 ألف دولار مكافأة المشاركة، أخذ مليون دولار مقابل التعادل مع ريال مدريد، مليون دولار مقابل التعادل مع سالسبورغ، 2 مليون دولار مكافأة الفوز على باتشوكا المكسيكي، 7 مليون و500 ألف دولار مكافأة التأهل لدور ال16، 13 مليون و125 ألف دولار مكافأة التأهل لدور الثمانية. المجموع بسم الله الرحمن الرحيم. شيء مشرف جدا والله يا جماعه. يعني النهارده بنبص نلاقي كابتن وليد الفراج بيتحدث عن اجمالي الدخل بالنسبه لنادي الهلال السعودي حتى الان في كاس العالم للانديه. انت بتتكلم في مبلغ كبير. يعني النهارده الهلال دخل خزينته 128 مليون ريال، اي ما يعادل 34 وشويه كده مليون دولار. فلما نيجي نتكلم النهارده الهلال كسب، كسب. أنا معاك إن الهلال تعاقد مع إنزاجي بمبلغ 25 مليون دولار في الموسم. المدرب الإيطالي واللي كان سبق ليه ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع إنتر ميلان الإيطالي. الناس كلها انتقدت الموضوع وإحنا انتقدنا الموضوع، ولماذا يتعاقد الهلال السعودي مع مدرب ب 25 مليون دولار في الموسم؟ اتكلمنا وقلنا، ولكن اللي عمله إنزاجي مع نادي الهلال بيعكس تماما التفكير بالنسبة لرئيس نادي الهلال، بالنسبة لمجلس إدارة نادي الهلال. هم كانوا عايزين مدرب عنده روح، مدرب عنده حماس، وده اللي هم شافوه بعد رحيل جيسوس البرتغالي، وده كان عالي جدا خلال الفترة اللي فاتت. ولكن في النهاية عمل حاجات كتير جدا من شأنها ان هي خلاص يعني اخفاقات كتير جدا. ولكن النهارده لما نيجي نبص، طيب من ناحية تانية، هل نادي الهلال قدر او كسب او النهارده نادي الهلال صرف كتير قبل كاس عالم انديه؟ الاجابه لا. الاجابه ان نادي الهلال جاب انزاجي فقط لا غير. سيبك من حكايه ان انت بتتكلم في اللعيبه المحليه النهارده. يعني انت عندك اللعيبه المحليه علي لجامي تقريبا، وعندك يعني بتتكلم في مصعب الجوير تقريبا، او بتتكلم في كام لاعب كده. فبتتكلم في ده اصلا، ده الطبيعي. يعني انت بتتكلم ان اللعيبه دي انت جايبها عشان هتلعب معاك 3 مواسم، مش هتلعب معاك كاس عالم انديه. ولكن لما نبص النهارده ان انفاق نادي الهلال على كاس عالم انديه كان موجود، لا. هل جاب لعيب يلعب معاه شهر ويمشي؟ لا. هل جاب النهارده مدرب يلعب معاه او يمسكه شهر ويمشي؟ برضه لا. اذا فنادي الهلال دخل مبلغ صافي كمكسب لنادي الهلال من المشاركه في كاس عالم انديه حتى الان، ولسه قابل للزياده باذن الله، دخل 34.5 مليون دولار. يعني انا شايف ان النادي الوحيد اللي كسب وما صرفش هو نادي الهلال. النادي الوحيد اللي صمم واصر مجلس الاداره على ان هم ما يجيبوش حد يلعب معاهم الشهر عشان يمشوا، وبعد كده يبقى النادي ما يستفدش حاجه، وان هو ممكن يجيب لعيب بمبلغ كبير وان هو ما يكونش ليه لازمه. لا، نادي الهلال عمل الصح. اذا فمليون مبروك لنادي الهلال، مكافاه ماليه كبيره جدا بتعكس تفكير سليم جدا بالنسبه لمجلس الاداره ورئيس النادي. ومليون مبروك لنادي الهلال، ونتمنى أن يصل نادي الهلال لما هو أبعد من ذلك في كأس العالم للأندية. والسلام عليكم.